بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الفكره بتاعت النهارده تعجب ناس كتير قوي، عندها حاجات ضيقه ومش عارفه تلبسها. الجاكيت ده ضيق اهو، مش عارفين يلبسوه عشان ضيق، مش ما فيش مساحه يخش في الجسم او ابنك او بنتك يعرف يلبسه. جاكيت جميل وخامته نظيفه ومشمع، ينفع في الشتاء عشان خاطر ما ينزلش عليه المطره. جميل جدا، بس المشكله ان هم مش قادرين يلبسوه، هم جابوه مقاسه ضيق عليهم وجابوه. عجبهم شكله، عجبهم خامته، عجبهم كل حاجة، بس في الاخر جابوه ما عرفوش يلبسوه. دلوقتي هنعمل فكرة جميلة جدا ان شاء الله مع بعضينا في الفيديو. هي الفكرة دي هتخلي اي حد عنده اي حاجة ضيقة يعرف يتصرف فيها ويلبسها. دلوقتي هتتابعوني في الفيديو وهتتفرجوا معايا ان شاء الله، هتعجبكم الفكرة بإذن الله. اول خطوة بنعملها بنشيل السوستة اللي هي كانت فوق في الرقبة، اهي شلناها. تاني خطوة بنعملها بنثبت الجاكيت مع الفرو بغرز سراجة عادية خالص. بثبت الفرو مع الخامة ديت عشان لما تيجي تعملي السوستة الكبيرة ما تفلتش منك الفرو. وتاني حاجة، تالت حاجة بقى نعملها، هنثبت ايه؟ هنثبت الحتت اللي احنا قطعناها دي، هنثبتها بغرز برضو سراجة عادية، هنثبتها. وهرجع لكم تاني في الفيديو، وتابعوني خطوة خطوة عشان ما تنسوش حاجة وتبوظوا الحاجة اللي انتوا بتعملوها. ثبتنا الغرز اللي احنا فكيناها اللي هي بتاعت السوستة، ثبتناها بخيط سراجة عادي. ليه بقى؟ عشان لما في بطانة جوه، البطانة دي ما تفلتش منك، وفي فرو جوه، عشان الفرو والبطانة ما يفلتوش منك لازم تثبتيهم الاول. بعد كده بتجيبي ثبتي كل ده، ثبتي كل الغرز بتاعتك والجاكيت بتاعك ثبتيه من جوه ومن بره بالغرز. بتجيبي السوستة بتاعت الجاكيت وتركبيها. هقولك طريقة جميلة جدا لتركيبها وسهلة. السوستة فكيناها اتنين اهم ناحيتين عشان دي سوستة جاكيت. هنثبت ناحية ناحية وهوريكم دلوقتي ازاي. احنا هنعمل كل حاجة والجاكيت مقفول، عشان لو عملناه وهو مفتوح هنبوظه. احنا بنعمل السوستة دي بنثبتها طرف في الاول هنا وطرف التاني الناحية التانية، وهما مفتوحين اتنين كده. هنثبتهم الاول بغرز على ايدينا، بعد كده هنروح عاملين الغرز على المكنة، وبعد كده نفتح بالمقص زي جيب الفتح بالظبط. بس دي عشان السوستة ما تغربش مننا، وعشان البطانة ما تهربش من تحت، وعشان السوستة تطلع مظبوطة. هنعمل كل حاجة بالسراجة الاول، محدش يقول انا بعرف وبيجري يعمل بسرعة يبوظ الجاكيت. هنثبت السوستة طرفين، طرف شمال وطرف يمين بالغرز السراجة الاول. بعد كده هنعمل ايه؟ على المكنة. بعد المكنة بنفتح. بعد ما نفتح هوريكم دلوقتي خطوة خطوة كل حاجة. بعد ما نفتحها هنعمله فيها ايه. ثبتنا الغرزة بتاعت السوستة. اهم حاجة نعمل النص على النص. ايه النص على النص ده؟ خياطة هنا اهي بنعملها على دي، بنحدد النص بتاع السوستة اهو، عشان لما تيجي السوستة تتقفل ما تبقاش الجاكيت موروب. دي اهم خطوة في تثبيت السوستة. بتثبتيها بقى بالخيط العادي بايدك بالسراجة، بعد كده بتثبتيها على المكنة. نثبتوها على المكنة كمان شوية وهنوريها لكم. هنركب السوستة على المكنة بعد ما عملناها سراجة، هنمكنها كويس قوي قوي على المكنة. هنمكنها كلها اهي، مكناها كلها لغاية فوق، لغاية هنا، لغاية الرقبة، من هنا لغاية الرقبة. بعد ما مكناها هقول لكم دلوقتي حالا هنعمله ايه. نجيب المقص وهنقص بالنص اهو، هنشق الجاكيت بالنص. احنا خلاص مكناه واطمنا ان احنا عملناه مظبوط في النص، وقسنا المسافات وشفناه مظبوط وخلاص خلصنا ايه السوستة. بنعمل ايه بقى؟ بنفتح القيمة بتاعتها في النص بالظبط كده اهي،
افتحي لغايه الاخر اهي. اهي كده السوسته متمكنه في الفرو اللي ورا ده، ومتمكنه في الجاكيت اهي. خلصت السوسته كده، هنعمل كده ونخيطها على الوش، نديلها صف خياطه على الوش، هتبقى ايه السوسته مية مية وزي الفل اهي. هنخلصها دلوقتي ان شاء الله وهنوريها لكم. وفي كمان حاجه، الحته اللي فضلت فوق ديت مش هنقصها، هنفتح الفتحه صغننه كده من هنا وندخلها، هي مفتوحه، هي لسه ما اتقفلتش، اللي انا كنت مسرجاها بتاعه الياقه بتاعه الزعبوط بتاع الجاكيت اهي. فتحه صغننه كده وهدخل فيها السوسته، مش هقطعها اهي. الحته اللي فاضله فوق ديت انا مش هقطعها، هدخلها جوه الزعبوط ده اهو اللي كان مفتوح، وهمكن على دي بالمكنه، وهرجع لكم تاني واوريكم شكلها بعد ما خلصت. السوسته عملناها خلصناها اهي، على ايديكم كل حاجه عملناها اهي، شايفينها. وكان في استك هنا كمان شلناه عشان يوسع معانا ايه الجاكيت، لما يجي يتقفل ما يبقاش عامل ضيق من تحت. كل حاجه عملناها على ايديكم وخلصنا كل حاجه، والجاكيت اهو وزي الفل. يبقى وسعنا الجاكيت، بدل ما كان يتلبس ضيق وسعناه بسوسته اهو، كله على ايديكم. فكينا وعملنا كل حاجه، شلنا الاستك من هنا عشان يعمل توسيع، وخلصنا السوسته كلها اهي. كل حاجه قدامكم عملناها بايدينا اهو، من غير ما نحتاج حد يخيطها ولا حد يعملها. بتسرجي السوسته الاول، بتعمليها على ايديك الاول عشان خاطر البطانه ما تهربش منك من تحت. بعد كده بتعمليها على المكنه، وبعد كده بتقلبيها. قلبناها وعملناها على المكنه اهي. كل حاجه على ايديكم اهي، شفناها مع بعضينا اهو. ان شاء الله الفكره دي تعجبكم، واي حد عنده حاجه ضيقه يعملها. وان شاء الله تابعوني في قناتي، ان شاء الله هجيب لكم كل جديد ان شاء الله، ان شاء الله كل حاجه تنفعكم باذن الله في البيت. يا ست البيت وفري ودبري واعملي بايدك كل حاجه، ما توديش ولا محلات ولا اي حاجه. واللي ما بيعرفش يعملها ما يعملهاش، عشان خاطر ما تبصش منه والجاكيت يترمى في الزباله. بس حاولي، قدرتي تعملي قدرتي، ما قدرتيش ما تعمليش. شكرا على متابعتكم ليا.